wa
عليه وعلى آله صلى الله عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناقب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أولي المآثر المناقب، صلاة وسلام دائمين لازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن النبي كان قدره عظيما ونصبه كريما وصراطه مستقيما صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق، أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نور بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام، يصبح الله ذلك نور وتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم عليه السلام وأودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم فأحبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام، وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام، وجعلني في صلب خليل إبراهيم عليه السلام، حين قذف به في النار، ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الذاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى